سانتياغو برنابيو. كل التحايا لكم أينما كنتم عبر قنوات SSC. نرجو للجميع مشاهدة ممتعة في هذه الأمسية الكروية الكبيرة للغاية وسط هذا الاستقبال الكبير من أنصار ريال مدريد لفريقهم وأيضا لخصمهم في هذه الأمسية نادي برشلونة، حيث الموعد الكبير الذي دائما في كل سنة ننتظره في كرة القدم الإسبانية، ما يعرف بالكلاسيكو والليالي التاريخية في كرة القدم الإسبانية بين ريال مدريد وبرشلونة، والصراع الأزلي الطويل الذي يمتد لسنوات عديدة مع تغيير الكثير من الأسماء والنجوم اللي مرت في تاريخ هذه المباراة الكبيرة والتي دائما لوكا مودريتش يحاول بكرة، يا إلهي ضاعت من الأمير لوكا، فرصة لريال مدريد في وقت مبكر. شوفها مرة أخرى داني كارفاخال، تمريرة ثلاثي ليفاندوفسكي ديمبلي وبيدري. تشافي على مستوى النتيجة أو على مستوى النتائج، فيني يحاول العبور، فيني مر وأخذ في التغطية في اللحظة الأخيرة، وبعد ذلك تحولت الكرة إلى ركنية لمصلحة جانبية لبرشلونة. رمية جانب فينيسيوس على اليسار، حطها البنزيما الكنترول، يا إلهي ركلة مرمى لريال مدريد، يعاد الهدف اللي تم إلغاءه بسبب التسلل على كريم بنزيما. ريال مدريد بحملاته الهجومية أمام دفاع، وفيني يحاول يمر على جهة اليسار بكرة عرضية خطيرة لكان ناتشو يحاول يمر أمام رافينيا في التغطية والإبعاد، تحولت بعد ذلك الكرة إلى ركنية وثمان مباريات انتهت بالتعادل حلوة من جانب رافينيا إلى حولت إلى رمية جانبية لمصلحة برشلونة. كارلو أنشيلوتي طويلة أمامية خطيرة، فرصة لمصلحة برشلونة، لكن الدفاع المنافسة والتنافس في تاريخ الكلاسيكو. فرانكي ديونغ صراع كبير، وبعد ذلك كامافينجا خطأ حسب الحكم، وإنذار أول. نعم إنذار أول على فينيسيوس، بطاقة صفراء تجعل سانتياغو برنابيو يغلي. خطير لمصلحة كاسم، وفرصة وكرة تسلل على برشلونة، تسلل وفرانكي زين، هدف يلغيه الحكم بداعي التسلل. إذن في لقطة كانت خطيرة للبارسا، نشوفها في الإعادة، المخرج كان معنا في لقطتين فينيسيوس، شوفها مرة أخرى الكرة اللي مباراة. نعم يحتسب هدف لبرشلونة، 1-0 فرانكي زين، الهدف الأول للبارسا بعد العودة إلى الفيديو. غفلة من دفاع ريال مدريد، عمل كبير من الإيمواري، وهدف أول لفريق تشافي. البارسا يسجل هدفه الأول في برنابيو في